مساء الفل، ازيكم يا اجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير. عايزه اقول لكم ان وصفه النهارده وصفه هتحضريها عقبال ما تعملي مج النسكافيه بتاعك. يعني وانتي بتحضري مج النسكافيه هتعملي القمر ده. هو عباره عن ايه؟ بسكوت شوفان كريسبي جدا، مشبع جدا، طعمه حلو جدا جدا جدا. الوصفة دي من وصفات الدايت او وصفات السناكس. لو انت عايزة تاخدي حاجة سناكس ما تخنش او ما تزودش في الوزن وفي نفس الوقت مشبعة جدا، فهتعملي بسكوت الشوفان ده. تاني حاجة ما بياخدش وقت خالص، 5 دقايق بالظبط وهتاكلي احلى بسكوت خطير. بسكوت الشوفان بيتباع بره غالي وبأرقام غالية، في حين ان هو بيتعمل بمقادير بسيطة جدا ومكونين 3 تقدري تعمليه. طيب هنبدأ في الوصفة، بس ما تنسوش لايك شير كومنت اعرف رأيك، سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وفولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك. ويلا بقى بينا نشوف المكونات. اول حاجة معايا دقيق شوفان سليم، تمام، خدت حبة بمقدار كده ربع كوباية. بعد كده هنزل بربع كوباية من دقيق شوفان مطحون. والشوفان افضل حاجه تشتريه سليم وطحنيه انت في المطحنه عندك في البيت لان طحنه بسيط جدا. حطينا نص كوبايه من دقيق الشوفان المطحون، عليها نص كوبايه من دقيق الحبه الكامله اللي هو الدقيق الاسمر. نص كوبايه ونص كوبايه، يعني نص كوبايه دقيق شوفان مطحون، نص كوبايه دقيق اسمر. بعد كده هنحط نص كوبايه الا معلقتين كبار من السكر، وسكر حبيبات وممكن تستبدليه بسكر دايت. طب تمام كده. هحط رشة فانيليا خام صغيرة، هحط رشة ملح عشان نظبط الطعم، هحط بضاية، واختاري اصغر بضاية عندك في المطبخ، اصغر بضاية حرفيا، تمام. بعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، ربع معلقة صغيرة جدا. كده كل المقادير معاكي بسيطة وسهلة جدا، وسهلة قوي لو مش عندك في المطبخ تشتريها من اي سوبر ماركت. بعد كده ربع كوباية زيت نباتي ذرة او عباد شمس، ربع كوباية. هنقلب المكونات دي. خلي بالك ان دقيق الشوفان ودقيق الاسمر مش بيكون عرق، هو بس انتي تقلبيه، هتقلبيه بالمعلقه الاسباتيلا. بعد كده لازم تقلبيه بايدك عشان تحسي بالسمك بالقوام بتاع العجينه. انا هنا حبيت اضيف لها تركه كده بسيطه، وهي ربع معلقه قرفه باودر تودي الطعم في حته تانية. اديله تقليبه بقى بايدك، هتلاقي العجينه دي فيها تلزيقه بسيطه. ممكن تضيفي معلقة كبيرة من دقيق الحبة الكاملة أو الدقيق الأسمر، معلقة أو معلقتين بس مش أكتر. القوام الناجح بتاع البسكوت ده إن هو بيكون ملزق شوية ملهوش عرق. هتحاولي تنزليه من إيدك وتحطيه في التلاجة يرتاح 10 دقايق بس. مجرد ما ياخد درجة حرارة التلاجة هتلاقوه ان هو بقى متماسك مش ملزق. هتدهني ايدك دهنة زيت بسيطة، وهتدهني الصواني او الصينية بتاعتك دهنة زيت بسيطة، وهتشكليه بالطريقه السهله اللي انا بوريها لك دي من غير قطعات ومن غير اي حاجه، لان ده بسكوت سريع جدا واحنا مش محتاجين قوي، يعني ما فيهوش اشكال عشان نستخدم قطعات. طبعا حابه تعمليه بقى اشكال وحركات بقى براحتك خالص، بس احنا بنكورها ونحطها في الصينيه المدهونه ونبططها تكون رقيقه عشان تطلع كريسبي. لكن لو عايزاها القلب بتاعها يكون طري شويه وفيها ندغه شويه، تخنيها براحتك او اعمليها كور اللي انت حباه تعمليه. بس احلى شكل اللي هو اللي انا عملته ده. هيدخل فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه. اول ما تلاقيه خد لون ذهبي من تحت بتروحي مشغله بعد كده الشوايه كام ثانيه بس وانت واقفه قدامها، ياخد لون من فوق وخلاص. اول ما يطلع سيبيه يهدى ويرتاح علشان يتماسك ويطلع كريسبي ومقرمش، وهو لوحده هيطلع من الصينيه. لو الصينيه بتاعتك معدن اللي هي الالومنيوم مش تيفال، ممكن تحطي ورقه زبده وتدهنيها زيت برضو، تمام، عشان البسكوت ده ممكن يلزق شويه. المهم بقى بتسيبيه يبرد وبعد كده بتطلعيه وتقدميه. بسكوت كريسبي مقرمش مشبع خطير. الوصفة دي عايزينها تبقى نباتي، هتشيلوا البضاية وتحطوا بدلها نقطتين مية او نقطتين من عصير البرتقال او نقطتين من حليب الصويا او حليب جوز الهند بس. الوصفة دي انا بقدمها لاحد المتابعين، طلبوا مني وصفات دايت. الوصفة دي احلى وصفة دايت سريعة وسناكس فظيع. جربوها، اكتبوا لي كومنت اعرف رايكم. كمان ميرسي جدا لكل الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه، ميرسي جدا على المتابعه. اشوفكم على خير في وصفات جايه كتير. باي باي، واسمعوا بقى صوت الكريسبي والقرمشه الخطيره.